في الفيديو النهاردة هسأل نفسي وهسألكم سؤال بالنسبة لي بيتكرر كتير كل يوم. ليه احنا عندنا الأخلاقيات المثالية أهم دايما من الإنسانيات والذوق؟ يعني ايه الأخلاقيات المثالية؟ هو في أخلاقيات مثالية وأخلاقيات غير مثالية. هركز بالتحديد على موضوع النصيحة. دلوقتي ممكن تدخل في أي فيديو، في أي قعدة، في أي مكان عام، تلاقي حد بينصح حد تاني، خصوصا على السوشيال ميديا. الموضوع كتر اكتر بكتير على السوشيال ميديا. حد بيدخل في التعليقات يعلق على لبس حد، يعلق على طريقة حد في الكلام، ودايما في مبرر جميل وشيك للموضوع ده. احنا بنحبها، او احنا بنحب الشخص ده، احنا بنحب فلان، احنا عايزين له الخير عشان كده بننصحه. طيب تعالى بقى مع بعض كده نسمع كده ونفهم الذوق بيقول ايه. مش هتكلم عن اداب النصيحة، انا هتكلم على الشروط اللي انا بقبل بيها النصيحة من اللي قدامي. تخيل في حاجة اسمها كده، زي ما انت من حقك ان انت تنصح اللي قدامك برضو من حقه ان هو يحط شروطه، هل هيقبل النصيحة منك او لا. رقم 1، بسأل نفسي هل الشخص اللي قدامي ده يعرفني معرفة شخصية كويسة جدا او قريبة جدا تخليه يفهم عني وعن شخصيتي وعن طريقة تفكيري وعن تصرفاتي، ايه اللي تخليه يعني يعتقد ان الجزء ده مني يحتاج الى نصيحة. يبقى اول حاجة درجة القرب. يبقى لو الشخص اللي قدامي ده ما يعرفنيش معرفة شخصية قريبة، انا مش بقبل منه نصيحة. الشرط التاني، هل الشخص ده استأذني قبل ما يديني النصيحة؟ حد هيجي يقول لي هو يا نهى في حد بيستأذن؟ احنا نأمر بالمعروف وننهى عن المنكر عامة كده وخلاص. هقول لك الكلام ده مش عندي. روح افهم الجملة والآية معناها ايه وبعد كده تعالى اتكلم معايا. اما انا بالنسبة لي الكلام ده مش مقبول بالنسبة لي. يبقى السؤال التاني، هل الشخص ده استأذني قبل ما يديني النصيحة؟ هل خد موافقتي؟ لو خد موافقتي هو من غير اي احراج هيفهم ان انا مش هاخد النصيحة، وبالتالي بكل ذوق وبأدب هيسكت. انما لما ما يستأذنش يزعل ليه بقى من رد فعلي؟ فقلنا الشرط الاول ان يبقى في معرفة شخصية بيني وبين الشخص ده تأهله ان هو يبقى عارف عني اصلا معلومات كافية تخليه يستنتج ان الجزء ده من شخصيتي محتاج نصيحة، حتى لو حاجة ظاهرية، حتى لو حاجة في اللبس، حتى لو حاجة في المظهر. لا، لازم يبقى عارف شخصيتي الاول. الحاجة التانية الاستئذان. الشرط التاني لقبول النصيحة بالنسبة لي ان هو يستأذنني الاول. الشرط التالت، هل انا اديتك المساحة؟ يعني اصلا هل انت في درجة من الهات وخد ما بيننا؟ يا جماعة لازم نبقى فاهمين ان العلاقات والمعارف مش هات بس، مش خد بس، لازم يكون في مساحة من الرصيد عند بعض، لازم يكون في رصيد كبير عند بعض عشان اللي قدامك يديلك المساحة ان انت تبتدي شوية تعدل على تصرفاته، او يبقى ليك بعض التعليقات على افعاله، او ليك بعض الملاحظات على لبسه، أو لازم يكون في بينكم وبين بعض رصيد. الشخص ده هل بيني وبينه رصيد كافي يؤهله ان هو اسمع منه؟ بمعنى ايه؟ بمعنى الشخص ده هل هو بيحب لي الخير زي ما هو بيبعدني عن الشر؟ هل الشخص ده بيفرح لي لما بعمل حاجة حلوة وبيزعل عشاني لما بيحصل لي حاجة وحشة؟ ولا هو بس في بعينه ما بتشوفش غير الحاجات اللي من وجهة نظره ناقصة عندي، ما بيسقفليش على الحلوة، يجي على الحاجة اللي شايفها ناقصة ويبتدي يديني عليها تعليقات ونصايح؟ طيب يا نهى، ده بالنسبة لو شخص بيتعامل معاكي على مستوى الفيس تو فيس، يعني وجها لوجه. طيب لو شخص في التعليقات، حتى في السوشيال ميديا، وهيعمل كده، هتصرفي معاه ازاي؟ ما استأذنكيش، مفيش بينك وبينه معرفة شخصية، ما عندوش بينك وبينه رصيد اصلا عشان خاطر ينصحك، توفرت فيه الشروط ان هو لن تقبلي منه نصيحة، هتعملي ايه؟ ولا اي حاجة، خلاص امسحي التعليق واعملي له بلوك بكل بساطة. بكل بساطة. ليه؟ لان الشخص لازم نبقى فاهمين يا جماعة ان احنا من كتر ما بنعمل الغلط بيبقى بالنسبة لنا عادي، وكمان المشكلة ان احنا بنلبسه غطاء ديني. فبقى اي حد يقول لا يا جماعة انت لازم الاول
يعني يبقى في بينك وبيني مساحه عشان تنصحني، يقولك لا انا امر بالمعروف وانا عن المنكر كما امرني الله عز وجل. طب حضرتك انت لما هتامرني بالمعروف وتنهني عن المنكر هيبقى ايه؟ معروف ومنكر ايه؟ ظاهري، لان انت ما تعرفنيش، صح؟ حاجه في المظهر، حاجه في طريقه الكلام، حاجه في مثلا حد حاطط موسيقى. انا بشوف ناس بتدخل تنصح ناس في فيديوهات مفيده تعليميه بيقولوا لهم تحطين موسيقى في الخلفيه، حاجه في منتهى يعني بالنسبه لي السفاهه. ده بالنسبه لي السفاهه، ومش اسفه على الكلمه دي، في منتهى السفاهه صراحه. فبالنسبه لي انا، لو انت الشخص اللي بتنصح انت بتعمل بلوه زرقاء من ورا، يعني بتشهد زور، ولا بتاكل مال يتيم، ولا بتغتاب وبتنام، دي حاجات مش ظاهره عليك، عشان كده انا مش هقدر انصحك فيها. فانت ما بتعرفش تنصح اللي قدامك غير بالحاجه الظاهريه، بالحاجه اللي ظاهره قدامك، وبالتالي ده تعدي واعتداء. ده بالنسبه لي تعدي واعتداء، لا باسم الدين هقبله، ولا بقبله باسم اي حاجه، ولا باسم الحب، ولا باسم الاخلاص، ولا باسم اي حاجه. نستأذن بعض يا جماعه ونخلي عندنا ادب واخلاق.